السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتونا جدا جدا جدا، احلى واجمل متابعين في الدنيا. قبل اي حاجة طبعا احب اشكر كل الناس اللي دخلوا جداد عندنا في القناة وشرفونا باشتراكاتهم الجميلة، ودايما كده يا رب نكون عند حسن ظنكم، ودايما يا رب تبقوا تاج في قرصنا ونكبر بيكم ان شاء الله. احب انوه بس واقول لحضراتكم ان احنا بنستناكم كل يوم تكتبوا لنا في التعليقات بتاعتكم اسامي وصفات جديدة نحب نطبقها سوا ان شاء الله قدام حضراتكم، تكون بطريقة سهلة وبسيطة وفي الكل يعني يقدر يعملها. احب برضه انوه على حضراتكم ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا ان شاء الله. النهارده بقى معانا طاجن حلو قوي كده هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، حلو جدا برضو على السفره بتاعتنا في سفره الغداء. هنعمل النهارده طاجن مسقعه بطريقه جديده، مش جديده قوي بس يعني طريقه حلوه وبسيطه ان شاء الله تعجبكم وتكون رضاكم. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا النهارده بتقول ايه للطاجن المسقعه بتاعنا. معايا النهارده ده اولا ربع كوبايه من الزيت، معايا كيلو من الطماطم فرمناه في الكبه او في الخلاط وصفيناه كويس من القشره بتاعته. معايا هنا 3 فصوص توم مدوقين بالطريقه ديت. معايا فلفل مقلي، جبت الفلفل شقيته بالطول، ملحته كويس، حطيت فيه ملح وبعد كده قليته، وبعد ما قليته قطعته قطع مش كبيره قوي مش صغيره قوي زي ما حضراتكم شايفين كده. معايا كمان بتنجان مقلي، جبت البتنجان بتاعي العادي مش البتنجان الرومي، البتنجان العادي بتاعنا، قطعته دواير كده او حلقات زي ما حضراتكم شايفين، حطيت رشيت عليه ملح وسبته لحد ما ينزل الميه بتاعته، بعد كده قليته عندي على النار قليه عاديه جدا، قليه كامله، وطلعته بالطريقه دي. وعندي كمان هنا بطاطس مقليه، طبعا احنا عارفين البطاطس بتتقلي ازاي، قطعناها صوابع زي ما حضراتكم شايفين كده، ما رضيتش اقطعها مكعبات عشان انا عايزها تبقى صوابع بالطريقه دي، هتشوفوا شكلها عامل ازاي في الطاجن بتاعنا النهارده. طيب يلا بينا بقى نشوف هنطبق الوصفه بتاعتنا ازاي او الاكله بتاعتنا ازاي. عندي هنا ووك على النار مولع عليه النار، هنزل فيه اول حاجه بربع معلقه الزيت، طبعا هو الوك سخن، وبعد كده هنزل عليه بالثوم بتاعي. وهنا احب بس اقول لحضراتكم ان الثوم عندنا لازم نفرمه كويس عشان في ناس ما بتحبش المسقعه بتاعتنا يبقى الثوم فيها ظاهر، وفي ناس بتحطه حب، يعني تحط فص الثوم زي ما هو تحمصه تحمره في الزيت زي ما هو، ما بتحبش تقطعه، فهو على حسب يعني على حسب كل واحد بيحب ايه. وفي ناس كمان ما بتحبش في المسقعه كمان يا جماعه بطاطس، ما بتحطش فيها بطاطس اصلا، بس احنا هنا او عندي انا هنا انا بحبها جدا فيها بطاطس، يعني جربوها فيها بطاطس هتعجبكم جدا ان شاء الله. هخلي بقى هنا عندي التومه بتاعتي تصفر ومش تتحرق عشان ما تمررش عندي المسقعه بتاعتي. في ناس بتحب تحط فيها خل، انا احس ان هي لما بتحط فيها خل بتدي شويه على الفته، فيعني احنا عايزين نعمل الاكله بتاعتنا اصليه زي ما هي، مش فيها اي تغيير ولا فيها اي افتكاسه. يمكن بس هو التغيير الوحيد اللي فيها ان زي ما قلت لحضراتكم في ناس تحب تحط فيها بطاطس وفي ناس لا. هنزل بقى عندي كده بالطماطم بعد ما السلق بتاعتي اصفرت معايا. ده كيلو من الطماطم قلنا ضاربينه في الخلاط ومصفيينه من القشره بتاعته، وفي ناس مش بتصفيها، فده على حسب الرغبه يعني. هنزل عليها كده بالطماطم بتاعتي، انا الطماطم بتاعتي هنا حمرا مش محتاج ان انا احط لها صلصه ولا اي حاجه، لو الطماطم بتاعتنا مش حمرا ممكن نحط معلقتين من الصلصه. هملح عندي بايه؟ هملح بملح وفلفل اسمر بس، مش هحط اي حاجه غير كده، فلفل اسمر وهحط ملح على حسب احنا برضو البتنجان بتاعنا متملح والفلفل بتاعنا متملح، فمش هنزود ملح عشان الحاجه ما تبقاش عندي حادقه قوي بس. وهسيبها هنا بقى عندي لحد ما الطماطم بتاعتي تتسبك تماما، وبعد ما تتسبك عندي هنضيف عليها كوبايتين من الميه ونسيبهم يغلوا، بس يعني اما تتسبك ان شاء الله هسيبها بس على النار كده لحد ما تتسبك، ونرجع بعد كده مع حضراتكم نشوف هنزود الميه بتاعتنا ازاي. خليكم معايا. ورجعت لكم تاني يا جماعه كده بعد ما الطماطم بتاعتي بقى او الصلصه بتاعتي هنا خلاص كده اتسبكت، وبعرف ان هي اتسبكت ازاي. الطماطم عندي بتبتدي تتقل وبتدي يطلع الزيت او الماده الدهنيه بتاعتي فوق الوش. هنزل بقى هنا عندي بكوبايتين كبار من الميه عليها كده، وناخد بالنا طبعا من الملح بتاعنا لان احنا زودنا ميه فهندوق، لو محتاجه ملح هنزود، مش محتاجه ملح خلاص. هسيبها بقى تغلي غلوتين
بالميه اللي احنا زودناها دي، وبعد كده نرجع نشوف بقى هنطبق الطاجن بتاعنا ازاي. خليكم معايا. ورجعنا تاني يا جماعه كده. انا طفيت عندي على صوص الطماطم بتاعي او التسبيكه بتاعتي. هبتدي بقى ان انا ايه ارص عندي الخضار بتاعي، ما هو ده يعتبر خضار، هرصه عندي هنا في الطاجن بتاعي، وبعد كده نشوف هنسقيه ازاي. قبل اي حاجه هنا هروح جايب اول حاجه عندي الفلفل. الفلفل هنزل بيه هو اول حاجه تحت، هفرده عندي كده تحت في الطاجن. قلنا الفلفل طبعا قليله ومش مش شادين عليه قوي في القليه، يعني هو بيتاخد نص قليه كده يعني. الفلفل بالزيت هنزل كده عندي بالفلفل الاول، وهنزل فوقيه بالبطاطس. طبعا احنا قلنا البطاطس هنا يا جماعه اختياري، في ناس بتحط في ناس ما بتحطهاش، بس يعني انا احب طعمها بالبطاطس اكتر. هنزل كده بقى عندي هنا كده هوزع البطاطس عندي في الطاجن بتاعي. وكمان في ناس بتحب تكترها قوي، في ناس بتحب تزود البطاطس قوي فيها. انا من الناس دي احب البطاطس فيها كتير الصراحه. وبعد كده هنزل عندي بس كده بكبشه او كبشتين اتنين من الطماطم قبل ما انزل بالبتنجان. ودايما احنا هنا بنحط البتنجان فوق، لان البتنجان ما بياخدش سوا قوي، ومن الحاجات اللي ممكن تتهري على طول، فاحنا عايزين نحافظ على الشكل بتاعه عشان لما نيجي ندخله الفرن وياخد وش يبقى شكل الطاجن بتاعي كده حاجه يعني ايه كويس. طبعا احنا غاسلين ايدينا كويس جدا قبل ما نشتغل في اي حاجه. هرص بقى عندي البتنجان عندي بالطريقه دي كده، وممكن بقى رص عشوائي، ممكن ارصه كده واحده واحده، دي بقى تبع الذوق. بس احنا هنا بنقول لو هنحطه مثلا على السفره فيفضل ان هو يترص كده بالطريقه دي. في حاجه كمان ممكن نعملها، ممكن نزود القيمه الغذائيه بتاعت الطاجن بتاعي المسقعه، ان انا احط فيها لحمه. يبقى مثلا طاجن مسقعه بلحمه مفرومه، هعصج لحمه على النار واحطها مع الصلصه بتاعتي، او هزود عليها الصلصه بتاعتي. ممكن كمان اعمل حاجه جديده واعملها بالفراخ. اجيب قطع فراخ واقطعها مكعبات، مكعبات كبيره شويه مش صغيره، ونتبلها التتبيله العاديه بتاعتنا اللي هي بهارات الفراخ والثوم باودر والبصل باودر والجنزبيل والقرفه والبابريكا والشطه، وننزل بيها على طاسه سخنه لحد ما يتشوح معايا تماما. ممكن كمان ساعتها انزل عندي بصلايه او لا، اللي ده اختياري يعني، واسيبها لحد ما تستوي خالص تاخد اللون بتاعي. وبعد كده انزل بيها بعد ما اسبك الصلصه بتاعتي، انزل بيها في الصلصه واحطها من فوق الوش. بتبقى برضو في منتهى الروعه وطريقه صح جدا وحلوه جدا. كل دي اختيارات يعني. احنا قلنا يا جماعه احنا هدفنا او شعارنا الطبخ للجميع. ممكن اي حد يخش المطبخ ممكن يعمل اي حاجه، اللي بيحب المطبخ هيعرف يعمل اكل. ممكن يطلع الاكله بطريقه يعني يضيف فيها حاجه تطلع بطعم تاني خالص وبشكل تاني خالص. فيعني ايه كده رصيت عندي بقى البتنجان بتاعي كله بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي. اغسل بس ايدينا كويس. وبعد كده بقى هنزل عندي بالصوص بتاعي كله، بتاع الطماطم. هسقي بقى كده البتنجان بتاعي كله من فوق الوش. وطبعا احنا هنا مش محتاجين ان احنا نحط زيت تاني، لان اصلا الصلصه بتاعتي احنا حاطين فيها زيت، وكمان البتنجان مقلي بالزيت فهينزل زيت. البطاطس نفس الكلام. عندي برضو الفلفل شرحه. بعد كده هروح عندي على فرن درجه حراره 200، هكون مولع فوق وتحت. انا عندي كل حاجه مستويه، بطاطس مستويه، البتنجان مستوي، الفلفل بتاعي كمان مستوي. فرن يكون سخن درجه حراره 200، هولع شوايه والفرن واسيبها عندي في الفرن بتاعي. مش هتاخد يا دوبك بالظبط 10 دقايق، يكون بس الصوص بتاعي او الطاجن بتاعي ياخد وش من فوق وياخد غلوه مع بقيه الخضار بتاعي. وبكده تبقى عندي صينيه الطاجن المسقعه بتاعنا جاهز اهو. بيبقى بالشكل ده اول ما يخش الفرن. هدخله بقى الفرن وبعد كده ارجع اوري لحضراتكم عامل ازاي. خليكم معايا. ورجعنا تاني يا جماعه كده. انا لسه مطلع بقى الطاجن بتاعي عندي اهوت من الفرن. بصوا عامل ازاي بيبقبق ازاي. ده اللون بتاعه اهو من فوق الوش. انا مش محتاجه ازود عليه الشوايه اكتر من كده، زي ما قلنا ولعنا عليه فوق وتحت.
وبيطلع عندي احلى طاجن مسقعه ممكن ناكله في حياتنا. المسقعه كمان من الاكلات المصريه الاصيله، جربوها ان شاء الله تعجبكم. هستناكم تكتبوا لنا في الكومنتات جربتوها ولا لا وعجبكم ولا لا. تبقى برضه اسامي وصفات وجبات واكلات ممكن نقدر نعملها سوا ونطبقها بطريقه سهله وبسيطه. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهاتنا باذن الله. اسيبكم كده في حفظ الله، اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.